فكتاب الله هو الحياة وتركه الموت، وكتاب الله هو العز وتركه ذل، وكتاب الله هو الغنى وتركه فقر، وكتاب الله هو الإنسانية وتركه وحشية وهمجية. وأنتم ترون الآن ما رأينا دولة ولا شعبا ولا أمة ترك كتاب الله إلا وأذلها الله وغضب عليها وأخزاها وأضلها ضلالا بعيدا. إذن فلا سعادة للمسلمين إلا بالرجوع إلى كتاب الله، يحكمونه في بيوتهم، في مدارسهم، في محاكمهم، في أسواقهم، في كل مكان يكون له الأمر والنهي، ويكون السمع والطاعة، ويكون ضياء ونورا وهدى. وبدون هذا يستمر الشقاء إلى الأبد والذل إلى الأبد. ونحن نقول هذا منذ أكثر من 50 سنة، ونتحدى من يخالفنا في هذا من الشيوعيين ومن الكفار ومن الجاحدين أنه يغير هذا الوضع بدون رجوع للقرآن العظيم